السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه صفاء داليس. كنرحب بكم كاملين معايا واليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكيكه التركيه المشهوره بالمندرين او بالبرتقال. كتجي طبقات بارده منعشه وخفيفه، سهله التحضير، ما كتحتاجش وقت بزاف. يمكن لكم تحضروها للضيوف ديالكم لان الشكل ديالها كيجي راقي، او لا غير في المساء لشرب الشاي. كنتمنى ان وصفه اليوم تجربوها لانها تستحق التجربه. الا كنتو كتزوروا القناه لاول مره ما تبخلوش عليا بالاشتراك، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخير. ندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير اكيد غادي نحتاجوا المندرين او لا اي برتقال عندكم يمكن لكم تستعملوه. بما انه دابا موجود المندرين فغادي نستعملوه. فغادي نحتاج ايضا يعني في المكونات بيضتين يكونوا بحرارة المطبخ، نصف كأس من عصير المندرين أو البرتقال، نصف كأس من السكر، نصف كأس من الزيت، يعني القياس بكاس العنبة. غادي نحتاج ايضا قشره ديال حبه ديال المندرين اولا البرتقال. غادي نحتاج كيس من خميره الحلويات وكيس من السكر منسم بالبرتقال اولا بالزهر، يعني بزهرة البرتقال. يمكن لكم تستعملوا الفانيلا. غادي نحتاج قبصة من الملح اكيد، وغادي نحتاج الدقيق. هنا عندي كأس، غادي نقول لكم في الاخير شحال احتاجيت بالضبط ديال الدقيق. وندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. فاول شيء وضعت البيض في اناء، عندي بيضتين بحراره المطبخ، غادي نضيف ليهم قبصه من الملح وغادي نطربهم قليلا مع بعض، يعني حتى كتبان ليا الرغوه ديال البيض. من بعد فغادي نضيف ليهم كيس من السكر المنسم بالبرتقال اولا الفانيلا، يعني اللي عندكم يمكن لكم تستعملوه. غادي نضيف ليهم نصف كأس من السكر. بالنسبه للقياس فغادي نخلي لكم في صندوق الوصف يعني المكونات بقياس ديال كأس العنبه والقياس بالجرام ايضا. غادي نطرب البيض والسكر مزيان مع بعض، يعني حتى كيضاعف ليا الحجم ديالهم وكيولي اللون ديالهم ابيض. فمن بعد ما ضاعف ليا الخليط ديال البيض والسكر كيولي كثيف على هذا الشكل، غادي نضيف لهم قشره ديال البرتقال. يمكن لكم تستعملوا قشره ديال حبه واحده ديال المندرين اولا جوج على حسب الرغبه. غير هو القشره يعني ما تحكوش حتى القشره البيضاء باش ما تعطيكمش المروره في الكيك. من بعد فغادي نضيف لهم نصف كأس من الزيت، يعني وانا كنطرب بهذا الشكل. البنات اللي ما عندهمش الطراب الكهربائي يمكن لهم يستعملوا الخلاط الكهربائي، فماشي مشكل. الان غادي نضيف نصف كأس من عصير البرتقال او المندرين بهذا الشكل، يعني حتى هو يكون بحرارة المطبخ. من اساسيات نجاح الكيك ان جميع المكونات تكون بحرارة المطبخ. فالان من بعد ما كملت غادي نتوقف على التطراب وغادي نكمل غير بالطراب اليدوي الان باش نضيف الدقيق. يعني خديت صفايه وغادي نبدا نضيف الدقيق. ضفت نصف الكأس الاول، يعني نضيفوا الدقيق بالتدريج. ومن بعد فغادي نخلط هذا الخليط يعني بالطراب اليدوي بهذا الشكل. غادي نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق، وغادي نضيف ليها ايضا كيس من خميره الحلويات يعني من وزن 7 او 8 غرام. غادي نغربل هذا الخليط مزيان، ضروري ما نغربلو الدقيق باش يعني الكيك يجينا خفيف ومهوي. من بعد غادي نخلط هاد المكونات مره اخرى مع بعض. فهنا وانا كنخلط كنشوف يعني القوام ديال الكيك واش كيحتاج الدقيق مازال، يعني مازال غادي نضيف كميه اخرى من الدقيق. غادي نضيف تقريبا يعني ملعقه كبيره مملوءه حتى الملعقتان على حسب نوعيه الدقيق، على حسب حجم البيض اللي استعملته فالكميه كتختلف. يعني تقريبا تقدروا تحتاجوا كأس ونصف من قياس كاس العنبه اولا 200 غرام اولا اقل على حسب نوعيه الدقيق، على حسب حجم البيض. فكتشوفوا يعني القوام ديال الكيك كيف خاصو يجي. انا ما كنتقلش الكيك بزاف، يعني ما كنضيفش كميه كثيره من الدقيق. من بعد خديت هكذا يعني قالب ديال الفرن اللي دهنته بالزبده، رشيت عليه القليل من الدقيق بهذا الشكل،
والان فغادي نفرغ الخليط ديال الكيك. كنكون شعلت على الفرن ودعتو كيسخن، يعني ما كنسخنش الفرن قبل بزاف، يعني غير واحد 5 دقائق 10 دقائق. فمن بعد ما كنكمل كنحاول انني نقاد الكيك في هذاك القالب ديال الفرن بهذا الشكل. بالنسبه للقالب يمكن لكم تستعملوا قالب مربع مستطيل دائري اللي عندكم او اللي متوفر عندكم، فماشي مشكل. من بعد ما كنكمل فكندخلو الفرن، كنشعل عليه على درجه حراره 180 من التحت حتى كيطيب وكيتنفخ. من بعد عاد فاش كنشعل عليه من الفوق باش كيتحمر وكيكون هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما طاب وجد غادي نحاول نمسح الجوانب باش منين نضيف الطبقه الثانيه يعني يكونوا الجوانب نقيين. يعني كنزول هذيك الكميه ديال الدقيق اللي بقات. من بعد فغادي ناخذ يعني شوكه او عود خشبي ونوضعو ثقوب بهذا الشكل، وهو ساخن فغادي ناخذ تقريبا نصف كاس من عصير البرتقال وغادي نحاول نسقيه مزيان. فانا كنفضل الكيك انه يتسقى يعني باش ما يجيناش ناشف، هكذا كيجي يعني رطب اكثر وما كيجيش ناشف. غادي نحاول نسقيه مزيان، تقريبا نحتاجو نصف كاس. ومن بعد ما غادي نكمل فغادي نخليه على جانب كيبرد مزيان، ومتى كيبرد يعني نخليه حتى كيبرد لان القالب ديال الزجاج فهو كيشد لينا الحراره. من بعد ما كيبرد فكندوزو باش كنوجدو الطبقه الثانيه. فبالنسبه لمقادير الطبقه الثانيه غادي نحتاج ليها كيس من بودره الكريم شونتيي من وزن 100 غرام. غادي نحتاج ايضا ربع لتر او 250 مليلتر من حليب بارد جدا. غادي نحتاج ايضا 2 علب من بيرلي اللي هو عباره على جبن طري بالسكر. يمكن لكم تعوضوه ب8 قطع من جبن مربع، او تستعملوا جبلي او فيلادلفيا او الماسكاربون. مهم اي جبن طري او كريمي يمكن لكم تستعملوه. ويمكن لكم ايضا تستعملوا 3 علب من جبن بيرلي، فكتبقى على حسب الرغبه، يعني علبتين او اكثر. فاول شيء وضعت بودره الكريم شونتيي في اناء، ضفت لها الحليب بارد جدا، ومن بعد فغادي نضرب هاد المكونات يعني حتى كتضاعف ليا الكريم شونتيي وكيولي القوام ديالها ثقيل شويه. فكيكون هذا هو الشكل يعني ديال الكريم شونتي. انا ما كنطربهاش بزاف حتى كتولي يعني ثقيله بزاف، يعني غير شويه كتولي متماسكه وكنتوقفوا على التطراب. ومن بعد فغادي نضيف ليها الجبن اللي استعملته. انا غادي نضيف علبتين من بيرلي، يمكن لكم تضيفوا اكثر على حسب الرغبه. هاد الكريمه سهله وكتجي لذيذه بزاف. فغادي نطرب هاد المكونات مره اخرى مع بعض. فالان يعني الكريمه كتكون جاهزه، هذا هو الشكل ديالها. غادي نتوقف على التطراب وغادي ناخذ الكيك. من بعد ما كيكون برد، يعني ضروري ما تضيفوا الكريمه حتى كيكون الكيك والقالب بارد، لانه الا ضفتوه والكيك سخون فغادي تذوب لكم هذيك الكريمه، ضروري من هذه المساله. فغادي نضيف يعني الكريمه كامله بهذا الشكل، وغادي نحاول نسطحها او نشكلها طبقه متساويه. فالان غادي نحاول انني نسطح هذيك الكريمه بهذا الشكل. كيف كتلاحظوا معايا يعني هاد الكريمه سهله وكتجي لذيذه بزاف. وعموما فهاد الكيك ما غاديش يحتاج لكم وقت بزاف، يعني غير الوقت باش يبرد وصافي. فمن بعد ما غادي نكمل يعني ونسطح هذيك الطبقه نخليها متساويه. فيمكن ليا ندخلها الثلاجه، يعني الا عندكم وقت دخلوها الثلاجه وخليوها حتى كتماسك اكثر وكتبرد. الا كنتو زربانين بحالي فيمكن لكم توضعوها في المجمد ودوزوا مباشره باش تحضروا الطبقه الثالثه. فبالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاج ليها نصف لتر من عصير المندرين او لا اي برتقال عندكم، ضروري ما تصفيوه من قبل. غادي نحتاج ملعقتان كبار مملوءتان من بودره الكريم باتيسير او الكاسترد.
اللي يمكن لكم تعوضوها بالمايزينا او النشا ايضا. وغادي نحتاج ملعقه كبار مملوءه ايضا من السكر كيبقى على حسب الرغبه، يمكن لكم تضيفوا اكثر على حسب البرتقال اللي عندكم واش حلو ولا لا. وغادي نحتاج علبه من الفلون، هذا اللي كيكون يعني ازرق بهذا الشكل بدون نكهه، يمكن لكم تعوضوه بفلون بنكهه الفانيلا. فاول شيء خديت كاسرول وغادي نوضع فيها السكر اللي كيف ذكرت كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب البرتقال واش حلو ولا حامض. انا ما كنضيفش كميه كثيره، وضفت الكريم باتيسير يعني بودره الكريم باتيسير، وضفت علبه من الفلون. ومن بعد فغادي نضيف لهم البرتقال اللي سبق لي وصفيته، ضروري ما تصفيو، وغادي نضيفوه بهذا الشكل. فمن بعد كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعض وكنوضعهم مباشره على نار تكون مهيله، وكنبقى مستمره يعني في التحريك ديالهم، ما نغفلش عليهم باش ما يتحرقوش ليا من التحت. من بعد ما كيبدا القوام ديالو كيتقال يعني كيكون هذا هو الشكل ديالو، ضروري ما نغفلوش عليه، نبقاو كنحركوه حتى كتقال لينا هاد الكريمه، كيكون هذا هو الشكل ديالها. فمن بعد كنضيفهاش مباشره، كنخليها حتى كتدفى اولا يعني ما كتبقاش سخونه بزاف، كنبقى كنحركها هكذا حتى كتدفى ليا ضروري. فمن بعد ما كتدفى لينا الكريمه بهذا الشكل يعني ما كنضيفوها شويه ساخنه بزاف باش ما كتذوبش لينا هذيك الكريمه اللي وضعنا من قبل، ضروري من هذه المساله. فكنفرغ الكريمه ديال البرتقال بهذا الشكل. ومن بعد فانا غادي نحاول يعني نغطي الجوانب مزيان، يعني نحاول نخليها طبقه ايضا متساويه بهذا الشكل، ونغطيو الجوانب. فمن بعد ما كنكمل يمكن لينا نوضعوها في الثلاجه الا عندنا الوقت، نخليوها يعني حتى كتماسك اكثر. الا كنتو زربانين بها فيمكن لكم توضعوها في المجمد، لكن ما كتخليوهاش وقت طويل، فيعني غير كتماسك هاد الطبقه الثالثه وكتحيدوها من المجمد، سواء تنزلوها الثلاجه سواء انكم تجبدوها وتزينوها وتقدموها، لانه هاد الطبقه الثالثه الا جمدات لكم فمن بعد ما كتجبدوها يعني من بعد ما كديكونجلا كتولي كتطلق لكم الماء، ما كتبقاش يعني زوينه. لهذا فغير كتماسك اولا كتماسك يعني كتولي طبقه متماسكه، وكتزولوها من المجمد، يعني ما كتاخذش لكم وقت طويل، يعني غير تقريبا واحد الساعه كتكون كافيه. فمن بعد ما كتماسك لينا الطبقه الثالثه وكتكون جاهزه كندوزو مباشره للتزيين. غادي نحتاجو ليه القليل من جوز الهند اولا الكوك، يعني هاد لي سوريز كونفيت اولا الكرز المعلب بهذا الشكل، انا اختاريت اللون ديالو احمر. بعض الاوراق ديال النعناع اللي غسلتهم ونشفتهم. وغادي نحتاج الحبه من المندرين اولا البرتقال. فاول شيء غادي ناخذ هذاك الكيك وغادي نحاول نقطعوا القطع يعني باش نشكلهم، ونحاول نشوف كل قطعه يعني نزينها في الوسط. فهنا احسن حاجه انكم من بعد ما تقطعوا يعني كل صف تحاولوا تمسحوا السكين يعني باش ما يتخسرش لكم الشكل ديال الكيك، يعني يبقى هكذا من الفوق طبقه ديال البرتقال باينه. انا هنا قطعته على 9 قطع، يعني قطعت على 3، والجانب الاخر ايضا قطعته على 3، عطاوني 9 قطع. يمكن لكم تقطعوهم القطع الصغار على حسب الرغبه، يعني ماشي ضروري تخليو قطع كبار، يمكن لكم تقطعوه اكثر. فمن بعد غادي ناخذ جوز الهند اولا الكوك وغادي نحاول نوضع دائره بهذا الشكل. فاكيد ان التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه، على حسب داكشي اللي عندكم وعلى حسب الابداع ديال كل بنت ما شاء الله. فهنا غادي نوضعوا دائره ديال جوز الهند اولا الكوك بهذا الشكل، يعني بلا ما كنعمرها من الوسط، كنخليها فارغه من الوسط. من بعد فغادي ناخذ هذاك المندرين وغادي نحاول نقطع يعني كل حبه على نصف بهذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا. من بعد فانا وضعت يعني 2 حبات ديال المندرين بهذا الشكل، يعني وحده قدام الاخرى، ووضعت هذيك القطعه ديال النعناع من تحت. يمكن لكم توضعوها هي الاولى عاد فاش توضعوا المندرين. من بعد فانا غادي ناخذ يعني قطعه من الكرز او لا سوريز وغادي نوضعها من فوق.
وبهذا الشكل فانا اختاريت باش نزين الكيك، يعني لان يعني كتلاحظوا معايا اللون البرتقالي كيتماشى مع اللون الابيض والاخضر والاحمر. فكيف كتلاحظوا معايا وضعت دوائر من جوز الهند، من بعد كنوضع البرتقال يعني وحده قدام الاخرى، كنوضع القطع ديال النعناع او اوراق النعناع من تحت بهذا الشكل. يمكن لكم توضعوها هي الاولى، وفي الاخير فانا اختاريت باش نوضع حبات من الكرز الاحمر بهذا الشكل. وكيكون هذا هو التزيين اللي انا اختاريت باش نستعملو على حسب داكشي اللي عندي. اكيد يمكن لكم تزينوا بداكشي اللي عندكم واللي بغيتو واللي كتبغيو، التزيين كيبقى اختياري. فهذا هو الشكل النهائي. الان يمكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجه او تقدموها في الحين، فعلى حسب الرغبه. فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه التركيه اللي قدمت معكم اليوم بالمندرين اولا البرتقال. فهي تحليه او ديسير اكثر ما تكون كيكه، لانها منعشه وكتجي خفيفه بزاف. فكيف شفتوا معايا سهله التحضير، ما كتاخذش وقت بزاف، يعني من غير الوقت الكافي باش تبرد، وما كتحتاج جهد بزاف. كنتمنى انكم جربوها لضيوفكم او غير لشرب الشاي في المساء، اكيد غادي تعجبكم. فإلا كنتوا كتزوروا قناتي لاول مره ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الا كيعجبكم بحال هاد الوصفات او عندكم اي سؤال خليوه ليا في تعليق واكيد غادي نجاوبكم. الى عجبكم فيديو اليوم وصفه اليوم فما تنساوش ديروا لي جيم، تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم، وما بقى ليا غير نخليكم مع الصور ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.